السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. دائما كما عودتكم وصفات جديده وفيديوهات جديده. اليوم الفيديو تاعنا فيه وصفتين. يعني الوصفه الاولى اللي هي الشربه، يعني ما هيش جديده، وانما حبيت نشارك معكم الطريقه. نبدا بسم الله على بركه الله. هنا راح نجيب هذه القدره تاع الفخار، ولا تقدري تستعملي الكوكوطه. هنايا درت طرف تاع الدجاج وطرف تاع اللحم، ولا اللي عندك، يعني تقدري ديري الدجاج وحده ولا اللحم وحده. درت حبه بصله هنا صغيره وحبه طماطم ثاني صغيره كنت رحيتهم، ودرت زوج مغارف صغار تاع الكزبر، مغرفه صغيره تاع فلفل احمر، مغرفه صغيره تاع الملح، وكميه قليله تاع الفلفل الكحل، نص مغرفه كبيره تاع طماطم مرحيه. هنايا خلطت كامل المكونات في بعضهم. هنايا درت انايا كميه قليله اللي راح دير بزاف، يعني ضعف المكونات. هنا عندي كميه تاع الثوم، يعني من الكونجيلاتور، يعني خادمته ريحيته في الكونجيلاتور. جبت هكذا قطعه صغيره لحتها وحطيته تقليلي هكذا، تقلى مليح، ومن بعد مرقته بالماء سخون. يعني لازم تخلي كما قلت لكم البصله تاعكم ولي زيبيس هذوك لازم يتقلاو مليح باش تجيك الماكله بنينه. هنايا بعد ما تقليت لي كما قلت لكم مرقتها بالماء سخون، وضفت هذيك الربطه تاع الدبشه والقرن تاع الفلفل الحار وخليتهم طابوا. هنا بعد ما طابوا لي راح نحي هذاك الدجاج، نحي هذيك الدبشه والفلفل واللحم هذاك، ونجيب الفريكه تاعي. هنا درت حوالي فنجان او نص كاس تاع، يعني نص كاس تغسليه وديري. هنا كما قلت لكم على حساب الكميه اللي راح نديروها تاع الشربه. الا درتي اكثر من هكذا تقدري تزيدي في الكميه تاع الفريك. مخلط بالمرمز. هنا مرمز فيه مغرفه صغيره تاع مرمز. هنايا بعد ما طابت لي الشربه نحيتها بجيه ونروح نحضر الفطائر تاعي. هنايا جبت ربع كيسان تاع الفرينه، ودرت مغرفه صغيره تاع الخميره تاع الخبز، ومغرفه سكر ثاني صغيره، ودرت كميه قليله تاع الخميره تاع الحلويات تاع الكاطو، درت يعني كميه قليله. وعندي نص كاس تاع الزيت. هنا نسيت نضيف الملح، يعني ضفتهم فيما بعد. هنايا عندي كاس حليب دافي وكاس ماء دافي، خلطتهم مع بعض ولميت بهم هذيك العجينه. هنايا طاحت لي يعني سوا سوا، يعني ما زدتش كاس الحليب وكاس الماء، طاحت لي قد مع يعني هنا ثاني ترجع نوعيه الفرينه اللي تستعمليها، الا تتشرب ولا ما تتشربش. ديما نقول لكم هذا هنا كما قلت لكم نسيت الملح، ضفته فيما بعد. ولما نكمل نعجن كما نقولوا حنا العجينه تاعي نلمها. هنا العجينه تاعنا رايحين يعني ما كثرنالهاش الخميره باش ما تجيناش طالعه بزاف، ودرنا نص كاس الزيت هكذا باش تجينا تجينا العجينه تاعنا فيها تقرميش، ما تجيناش كما نقولوا حنا طريه بزاف. تجينا كما نقولوا حنا رقيقه، ما تجينا خشينه، ما تجينا رقيقه بزاف، تجينا مليحه برك وراح تجيب لينا بزاف. هنايا نكمل نلم العجينه تاعي هكذا، نحاول ندلكها حتى تولي لي رطبه. ان شاء الله ان شاء الله تكون يعني تكون الوصفه مفهومه والمقادير. هنا نحط العجينه تاعي في الاناء هذا ونغطيها ونخليها تخمر لي. نروح نحضر لاصوص. هنا عندي حبات تاع المرقاز، هنايا اللي متوفر عندكم، يعني بالمرقاز راح تجيكم بنينه، يعني نبدلوا شويه مره الدجاج مره الفيونداشي، هذا خطره نديرو المرقاز. هنايا قليته، يعني ما نحتاجوش كميه كبيره خاطر من بعد رايحين نفتوه. هنا قليته ونروح نحيه. هنايا نجيب حبه بصله نقطعها مربعات صغار. انا هنا استعملت الشالوت، قطعتها هكذا على قطع صغيره، يعني تعطيها واحد البنه. نعرفوا بلي البصله تاع الشالوت يعني توالم بزاف مع لي كراتا. هنايا درت الشالوت، درت هنايا 3 سنات تاع الثوم رابيتهم ونقليهم مع هذيك البصله. هنايا نقليها مليح مع هذاك الثوم، يعني في الزيت هذاك تاع المرقاز.
الا شفتي فيه ليدام بزاف تقدري تنقصي ليدام ويعني تخلي غير كميه قليله. هنا جبت نص مغرفه كبيره تاع طماطم مرحيه يعني مصبره، وحبه طماطم كبيره رحيتها في الاشوار، يعني ديك القطعه ما ترحيتش مليح، عاودت رحيتها وضفتها. نحاول نخلط المكونات. هنايا الماء نعرفوا بلي المرقاز تاعنا مالح، كما نقولوا حنا ما ضفتش الملح. الا شتيه مسوس تقدري تضيفي كميه قليله فقط تاع الملح وشويه فلفل الكحل. انا ما درتش التوابل، نعرفوا بلي المرقاز راه متبل. ندير كميه قليله تاع الماء هكذا ونحطها تتقلى لي شويه، ونروح نفتت هذاك المرقاز ونحطه في الخليطه تاعي ولا صوص تاعنا راهي واجده باش نحشيو بها الفطائر. هنا ضفت كميه قليله من الكمون، يعطيها جو بنين بزاف. هنا العجينه تاعنا بعد ما خمرت راح نقسمها على زوج. هنا راح ادير لك 12 قطعه تاع الفطائر. الا صغرتيهم الا كبرتيهم راح تجيك قل. هنايا نحاول نحل العجينه تاعي باستعمال الفرينه، حاولوا ترقوها ما تخليوهاش خشينه كما راكم تشوفوا. انني رققتها هكذا كي هي شغل راكي تحلي في البيتزا، كما نقولوا حنا رقيها هكذاك باش ما تجيناش معجنه من داخل، تجينا يعني يجونا فطائر خفاف وبنين. هنا قطعتهم على شكل مستطيلات. نجيب فرماج طلي هنايا كما نقولوا حنا طاري هكذا، ندير كميه قليله بالمغرفه هكذا صغيره، ندير كميه تاع الفرماج، نجيب زيت، ندير كميه من الحشوه تاع المرقاز هكذا، ندير غير كميه قليله ما نكثروش، غير بالمغرفه هكذا صغيره، يعني راح يوالموكم مع رمضان يجيو بنان ويجيو اصلا يجيو باهيين في الشكل تاعهم، يوالموا بزاف مع الشربه. هنايا جبت فرماج تشيزي او جبن المربعات، هذا كل حبه قسمتها على زوج هكذا، ونسكر العجينه تاعي. يعني طريقه سهله جدا ما فيها حتى صعوبه. نجيب هكذا فرشيطه ونحاول نسكر من كل الجوانب. هذه هي الشتا كما نقولوا حنا راهي مغلوقه من، نحاولوا نشرشفوها بهذيك الفرشيطه. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. نروح نكمل كامل العجينه تاعي. اضغطوا على كامل الجوانب، يعني ما تخليو حتى حاشيه هكذا باش يجي الشكل تاعها باهي. هنايا بعد ما كملت كامل العجينه نجيب بيضه هكذا نخلطها وندهن بها العجينه من الفوق باش يعطيها لون مليح، وندير حبه زيتون. هنا تقدري جلجلانيه، تقدري ديري سينوج، لكن الاختيار تقدري ديري شويه فرماج رابي. وهنا بعد ما وجدت لنا الشربه، بعد ما طابونا الفطائر تاعنا، هذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم، وان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف. ما تنساوناش بالاعجاب، اللي عجب الفيديو يخلي لي اعجاب. هذه هي الشربه تاعنا، جات بنينه وخاطره الله الله. شاهدكم في الجنه. وهذا الفطائر تاوعنا ثاني جاو خفاف، جات العجينه تاعهم تقرمش، يعني ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاو خفاف، جاو يعني فرغانين من داخل مع هذيك الحشوه. شوفوا كيفاش جا هذاك الفرماج من داخل المرقاز، والله غير شهيتكم في الجنه. نتمنى كامل تجربوها، يعني وصفه رائعه جدا وبنينه بزاف. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.